ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد في سلسلة تعليم اساسيات التجميل. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن اول 3 خطوات في روتين العناية بالبشرة، وهي الغسول والتونر والسيرم. والنهاردة جه الدور على رابع خطوة وهي المويسترايزر او المرطب. ايه هو المرطب وايه انواعه وفوائده للبشرة وازاي نختار المرطب المناسب؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. المرطب باختصار هو الحاجة اللي بنستعملها عشان نعوض البشرة عن الزيوت الطبيعية اللي فقدتها بعد استعمال الغسول بالنسبة للوجه، أو الشاور جيل بالنسبة للجسم، واللي ليه فوائد كتيرة جدا. يعني مثلا للوجه يحافظ على البشرة ويحميها من الجفاف، كمان يحافظ على إنتاج الكولاجين واللي بيخلي البشرة صحية وحيوية وفيها نضارة، وكمان بيأخر علامات التقدم في العمر. أما لليدين فبيحافظ عليهم من التشققات والتجاعيد، وكمان البقع الداكنة اللي بتظهر على فقرات الأصابع. وبالنسبة للجسم فالترطيب بيحافظ على ملمسه يكون موحد، ويحمي كمان من ظهور بعض المناطق الخشنة واللي بتعرف أحيانا باسم جلد الدجاجة. وبالنسبة للقدم والكعبين فبيكون مهم جدا عشان يحميهم من التشققات، خصوصا في كعب القدم لأنها مع الوقت بتتشكل بصورة أعمق وممكن تؤدي إلى جروح وممكن تتسبب في نقل عضل. كده نكون عرفنا ايه هي فوائد المرطب. عايزين نعرف بقى ايه هي انواعه. ركزوا معايا في الكلام اللي جاي ده عشان كلام مهم. المرطبات عبارة عن 3 انواع، هما هيوميكتانس، ايموليانس، واكلوسيفز. واحدة واحدة بقى عشان نفهم مع بعض ايه الكلام ده. اول نوع معانا هي الهيوميكتانس او بين قوسين هايدريتورز، ودي بتكون عبارة عن مواد ووتر بيست يعني ذات قوام مائي، وبيكون هدفها الأساسي هو امتصاص الرطوبة من البيئة المحيطة بيها وتركيزها على البشرة، زي الجليسرين والبانثينول واليوريا والهيلورونيك أسيد، واللي بيقدر يشيل قد حجمه 1000 مرة من جزيئات المية. تاني نوع معانا هي الإيمولينز وبين قوسين مويسترايزرز، ودي بتكون مواد اويل بيست يعني ذات قوام دهني، بيكون هدفها الرئيسي هو تعزيز الحاجز الدهني للبشرة لحمايتها من الجفاف والملوثات الخارجية. ومثال عليها السيرامايدز، الشيا باتر، وبعض الزيوت الطبيعية زي الكوكونات والأرجان أويل. تالت نوع معانا هي الأوكلوسيفز، ودي عاملة بالظبط زي الجاكيت الفرو اللي بنلبسه في الشتاء عشان يحفظ الحرارة الداخلية لأطول فترة ممكنة، فبتعمل طبقة عازلة على الجلد عشان تحافظ على الرطوبة الداخلية وتحافظ على الجلد من أي عوامل خارجية زي البرد الشديد أو الجفاف الشديد. ومثال عليها السيليكون والدايميثيكون والبتروليوم جيلي. كده نكون خلصنا أنواع المرطبات. تعالوا بقى نعرف إزاي نختار المرطب المناسب. أول حاجة معانا وهي البشرة الجافة، وزي ما انتوا عارفين إن ملامحها حادة وبيكون فيها إحساس كده بالنشوفية، فبنحتاج مواد تفك التنشنة دي والنشفان ده وتدي إحساس بالمرونة والطريان، وده بنجيبه من الهيوميكتانس اللي قلنا عليهم قبل كده زي البارفينول وكمان الهيالورونيك أسيد، واللي بيعمل بلامبنج إفكت فبيخلي الجلد كده ينفش شوية وياخد راحته. كمان الكريم بيكون معاه بعض الزيوت الطبيعية زي الأرجان أو الجوجوبا أويل عشان يعوض النقص في الإفرازات الدهنية. طيب نعلى الليفل كمان شوية ونخش على الأتوبيك سكين، اللي هو الجلد واصل لمرحلة من الجفاف الشديد وكمان ممكن يكون معرض لإكزيما أو أوريدي فيه إكزيما. هنا بتبدأ المواد الفعالة تزيد شوية زي إنه يضيف فيتامين إي، واللي له تأثير مرطب وكمان أنتي إنفلاماتوري، فبيعمل تقليل للإحمرار والحك. كمان الأوميجا 3 وال6 وال9 واللي هم اصلا احماض دهنيه فبالتالي بيعملوا ترطيب، وكمان ليهم انتي انفلاماتوري افكت فبيقللوا كمان الاريتيشن والريدنس، واللي بيكونوا موجودين بوفره في بعض الزيوت الطبيعيه زي الافوكادو والكاستر اويل. نيجي بقى للبشره الدهنيه، واول ما نقول بشره دهنيه يبقى خلاص الدماغ رايحه على طول للووتر بيس، يعني تكون الكريم قوامه مائي وبيتكتب كده على علبه من بره بالخط العريض ووتر بيست مويسترايزر، فبيكون هيالورونيك اسيد مع بانثينول والحاجات الخفيفه دي. طيب ينفع يستعمل ايه تاني؟ برضو الجل، في بشرات دهنية بترتاح مع الجل برضو بيكون قوامه مائي، وفي كمان بشرات دهنية بترتاح مع الفلويد اللي هو اللوشن، بس يكون خاص بالوجه مش بتاع الجسم عشان القوام بيختلف. طيب البشرة الدهنية بقى اللي بتتعالج بالايزوتريتينوين زي الرواكتان او النيتلوك،
دي ليها حالة خاصة شوية. أنا دلوقتي باخد الروأكتان عشان مثلا في إفرازات دهنية شديدة جدا عنيفة جدا في الوجه، والحبوب حجمها كبير، والحبوب ظاهرة كمان في الأكتاف وظاهرة كمان في الظهر، فلازم طبعا التدخل الدوائي في الحالة دي. في حالة زي كده الايزوتروتينوين بيمنع السبيشيس جلاند ان هي تفرز اي دهون، فحتى الجفاف بيكون شديد جدا في الحالة دي. اعمل ايه بقى؟ استعمل اي مرطب بشرة جافة، ولا مرطب بشرة دهنية، ولا اي مرطب؟ دلوقتي السبيشيس جلاند خلاص وقفت افراز دهون، هل ده معناه ان انا بشرتي جافة؟ لا، انا في الاصل اصلا بشرتي دهنية، بس دي كيس جاست كونديشن وهيروح لحاله في يوم من الايام. فاعمل ايه؟ استعمل مرطب يناسب بشرتي اللي كان في اصلها دهنية، ولكن دلوقتي في حالة جفاف هنمسك العصاية من النص. يكون المرطب ما بين القوام المائي مع القوام الدهني، مش مثلا اروح استعمل مرطب يعني شديد جدا زي الكيو في والسيتافيل الفان كريم، الحاجات التقيلة دي اللي بتستعمل للإكزيما، فاقوم انا مثلا بجفف الدهون دي بالايزوتروتينوين واعوضها تاني بالكريمات دي، بحط دهون على وشي حرفيا. فلا، مش هستعمل حاجه زي كده. استعمل برضو حاجه تكون جيل كريم، حاجه خفيفه ما بين الوسط المائي مع الدهني. استعمل حاجه فلويد برضو مائي مع دهني، او استعمل اللي هو اللايت كريم اللي قلنا عليه قبل كده في البشره المختلطه. لايت كريم يكون برضو قوام مائي مع قوام دهني، يكون خفيف سريع الامتصاص، يعوض لي الجفاف اللي حصل بسبب نقص الافرازات الدهنيه، وفي نفس الوقت ما يضيعليش المجهود اللي انا بعمله بالايزوتروتينوين. تمام؟ ده بالنسبه للبشره الدهنيه اللي بتتعالج بالايزوتروتينوين. في ملحوظة بقى مهمة هنا في البشرة الدهنية، وهي إن مثلا العميل بيخش أنا بشرتي دهنية وكده ومحتاج غسول، فإحنا بقى بنعرض الغسول الفلاني ده كويس وهيعمل شغل كويس مع البشرة. طيب نعرض كمان مع المرطب، يقول لك لا أنا البشرة دهنية أصلا مش محتاج المرطب، كده كده أنا بعمل الغسول وهي بترطب مع نفسها. طبعا الموضوع هنا محتاج توضيح شوية، إن مش معنى إن البشرة دهنية وأنا عملت لها غسول خلاص بقى اسيبها، اللي هو انا مش ناقص احط مرطب، هي كده كده بتفرز لوحدها. الفكره هنا ان الجسم بيفهم، فطبيعي انت لما تحط له غسول، الغسول بيعمل تجفيف، يعني هو سلسليك اسيد او ازيريك اسيد او ايا كان بقى الماده اللي موجوده فيه ساعتها، هو بيعمل تجفيف للبشره وتجفيف للدهون اللي في البشره. هيقوم الجسم يسكت؟ لا. هتقوم السيبيشيس جلاند تسكت؟ برضه لا. هتفرز افرازات دهنيه اكتر من كانت بتفرزها في الاول، لان دلوقتي في حاله جفاف فبتعوض. يبقى انت كده ما استفدتش حاجه. احنا بنحط المرطب عشان يدي التغذيه والترطيب المناسب للبشره، فهي بالتالي من جوه خلاص الدنيا تمام، بره انا هسيبك في حالك، وهيبقى في تحكم وكنترول في الافرازات الدهنيه. نيجي للبشره المتحسسه، وكنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، ان البشره المتحسسه هي كونديشن او عرض بيحصل، وممكن يكون صاحبها بشرته جافة عادي، بشرته دهنية عادي، ولكن متحسس ناحية حاجة معينة بقى، كل واحد بيختلف عن التاني. في الحالة زي كده طبعا بسم الله كده لازم يكون المرطب بارابين فري، الكحول فري، برضه بيرفيوم فري. كل الحاجات دي بتعمل تحسس للبشرة، وعلى حسب بقى بشرته جافة هتوجه في الاتجاه مثلا يكون الغسول للبشرة الجافة عادي، بس يكون أهم حاجة بدون الحاجات اللي قلنا عليها دي، العطور والكلام ده. المرطب يكون كريم عادي برضو مفيش مشكلة، تقيل، ويكون برضو خالي من العطور والحاجات اللي قلنا عليها دي. طب لو بشرة دهنية بيكون ليها برضو كلينزر معين خفيف برضو خالي من العطور والبارابين، وبرضو بيكون ليها مويسترايزر خفيف شوية، بيكون فلويد اللي هو يناسب بشرته الدهنية وفي نفس الوقت بدون عطور يناسب بشرته المتحسسة. نيجي بقى للروزيشي اللي هي البشرة الوردية، ودي الدرجة الأعلى بقى في التحسس، اللي هو سواء ولد أو بنت بتلاقي الوش كده محمر على طول متوهج، اللي هو اللون الوردي ده الروز. ففي الحالة دي المرطب بيكون مدعم بقى، يعني تمام، هو الكحول فري زي ما اتفقنا، بارابين فري، فراجرانس فري، الثلاث حاجات دول أساسيين، ولكن بيكون مدعم بمواد تساعد بقى على تهدئة التوهج ده، مثلا الوفيرا، ممكن نباتات طبيعية زي الكامومايل، في كمان نبات طبيعي اسمه السنتيلا اشياتيكا، ده حلو جدا برضو كأنتي ريدنس، معروف في حتة الوردية دي. ممكن تلاقي كمان فيتامين بي 3 حلو جدا برضو في الاريتيشن والاحمرار. وفي بعض الكريمات بيكون فيها بريبيوتيك، اللي هي البريبيوتيك، التغذية بتاعة البروبيوتيك اللي على الجلد أصلا، دي بتعزز بقى مناعة الجلد نفسه ناحية الاحمرار والتوهج ده.
فتقلل الموضوع شوية. وطبعا ملحوظة في البشرة الوردية إن احنا نبعد عن المقشرات زي أحماض الفواكه، نبعد عن الريتينول، نبعد عن البنزول بيروكسيد الموجود في البنزاج، نبعد بقى عن الهيدروكينون اللي خاص بالتفتيح. الحاجات دي كلها بتعمل تهيج وتحسس أكتر للبشرة. كده خلصنا الجزء اللي خاص بالوجه. ناخد ملحوظات كده عن باقي الجسم زي مثلا الهاند كريم، واللي بيعتمد على مواد زي السيليكون، الدايميثيكون، وكمان البتروليوم جيلي زي الفازلين. حاجات بتعمل طبقة عزل عشان تحافظ على الرطوبة الداخلية، وكمان تحمي الإيد من الجفاف الخارجي أو البرودة الخارجية. بالنسبة للبودي لوشن، واللي بيحتوي على مواد زي اليوريا والسيراميد، كمان زيوت طبيعية زي الأرجان، الألمند، الكوكونات، المواد اللي بتعمل ترطيب وفي نفس الوقت كمان بتدي فيرمنج للجلد، فتمنع إنه يحصل ترهلات أو ظهور ستريتش ماركس. بالنسبة للركب والأكواع، معروف إن المناطق دي بيكون الجلد فيها سميك شوية وخشن، وكمان بيحصل فيها بعض الإسمرار، فبالتالي الكريمات بتاعتها بيكون فيها حاجات مقشرة زي الجلايكوليك أسيد مع اليوريا عشان يدوا اكسفوليشن وترطيب في نفس الوقت، فيطلع جلد جديد شكله أحسن، لونه أفتح وملمسه أنعم. بالنسبة للقدم والكعبين برضو الكريمات بتاعتها بتكون فيها مواد مرطبة قوية زي زيت الزيتون وكمان زبدة الشيا عشان تعمل ترطيب وتمنع ظهور التشققات. طيب لو في تشققات في كعب القدم أو الجلد خشن شوية، برضو بنستعمل حاجة فيها تقشير زي الجلايكوليك أسيد. ممكن نستعمله مثلا لمدة أسبوع أو لمدة 10 أيام بحيث يشيل كل الجلد الميت وكل الجلد الخشن اللي موجود. بعدين يبقى نستعمل كريم مرطب يكون فيه حاجة زي اليوريا أو الكولاجين عشان يعمل ترطيب وتنعيم للمنطقة. وبكده نكون خلصنا رابع خطوة في خطوات روتين العناية بالبشرة، وهي المرطب. عرفنا فوائده وعرفنا أنواعه وإزاي نختار المرطب المناسب. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم من المعلومات اللي فيه. إلى أن نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله عشان نكمل لسه باقي الخطوات. أشوفكم على خير. باي باي.